مساء الخير على كل الناس اللي بتشوفني على صفحتي العامة. بدأنا المشاكل. السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. ما تنساش قبل ما تبدا الفيديو صلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وشكرا من قلبي على التعليقات الايجابيه اللي بتخلينا نكمل. يلا بينا نبدا الفيديو. مساء الخير على كل الناس اللي بتشوفني على صفحتي العامة. بدأنا المشاكل. النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا جدا مع اتحاد العاصمة في مدينة الطائف اللي بتبعد عن مدينة القاهرة تقريبا ساعتين بالطيارة ودايركت لمدينة الطائف. النادي الأهلي عنده معسكر في النمسا في نفس التوقيت. منتخب مصر عنده مباراة مهمة مع إثيوبيا، مهمة من حيث يعني التصنيف والنقاط اللي بيحصل عليها المنتخب مصر، خصوصا انها مباراة رسمية وليست مباراة ودية. اي نعم احنا وصلنا كأس الأمم الأفريقية، لكن تبقى مباراة رسمية، ومن بعديها بكذا يوم عندنا مباراة مهمة جدا أيضا مع المنتخب التونسي الشقيق اللي كان موجود في كأس العالم. طيب، ابتدت الأقاويل وابتدى النادي الأهلي يطلب عدم ضم لعيبته لمنتخب مصر، لأن النادي الأهلي بيلعب باسم مصر. طب يا ترى النادي الأهلي بيلعب باسم مصر ومصر بتلعب باسم مين؟ اهلا كابتن خالد الغندور. بداها لك الكابتن خالد الغندور وقال لك بدانا المشاكل. انا ما اعرفش مين اللي بدا المشاكل، بس هو قال كده، وانتوا عارفين هو مين اللي بيبدا المشاكل ومين اللي بيعمل التعصب. احنا عارفين ان هو بندق، لكن هنمشي مع بندق واحده واحده ونرد عليه في كلمه بيقولها. انا عاوز اخد من المقدمه بتاعته دي كلها حاجه واحده بس، ان هو اعترف ان مباراتين منتخب مصر مباراتين يعتبر وديتين. اولا ان مباراه اثيوبيا احنا خلاص صعدنا فمش هتفرق ايا كانت النتيجه، وتاني مباراه وديه مع منتخب تونس. انا طبعا مش طالع هنا اقول ان من حق النادي الاهلي يطلب او لا، مش طالع اقول فيتوريا هيوافق او لا، وايه موقف اتحاد الكوره. انا ما اتكلمتش في اي حاجه، انا برد على كلام الكابتن خالد الغندور. يلا نكمل عشان نفهم الموضوع. السنة اللي فاتت على ما أتذكر كان النادي الزمالك عنده مباراة مع تشاد في دور 64 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وفي نفس الوقت كان في مباراتين وديتين مع منتخب النيجر ومنتخب ليبيريا اللي جايين كمان بدون لاعبتهم الأساسيين. يعني ماتشين ضعاف جدا جدا، لكن يبقى ان هم بيلعبوا لمنتخب مصر. ايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اعتراض كبير جدا على ترك لعيبه الزمالك يلعبوا مع النادي الزمالك في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري في دور 64، وقالوا لازم يقعدوا يلعبوا مع منتخب مصر امام النيجر وامام ليبيريا اللي هي ماتشات وديه. وطبعا بعد الضغط ده فيتوريا قال لا. وعمل ايه فيتوريا؟ معلش يا كابتن خالد، قبل ما اعرف فيتوريا عمل ايه، اول حاجه النادي الاهلي ولا جمهوره اعترض على الموضوع خالص، ولو الجمهور اعترض فاعترض على السوشيال ميديا، كلامه مش هيقدم ولا يأخر. لكن انت عندك اثبات ان اداره النادي الاهلي طلعت بيان وقالت احنا بنعترض على عدم ضم لعيبه الزمالك؟ ده ما حصلش، ده ادعاء منك يا كابتن خالد، وادعاء كاذب كالعاده. تاني حاجه، فريق تشاد اللي انت كنت بتلعبه هنا في مصر ده، معلش يعني في الكلمه، لو انا واصحابي هنغلبه عادي. طيب بعيدا عن كده، انت قلت ان المباراتين بتوع منتخب مصر ساعتها ما كانوش مهمين ومباراه وديه. حضرتك يا كابتن خالد نسيت ان المباراتين دول كانوا يعتبر اول مباريات فيتوريا مع المنتخب، واي مدير فني جديد اجنبي جاي لازم يجرب اللعيبه كلها ويجرب الخطط ويشوف المشروع اللي هو هيديره، لان دي لسه البدايه. ومع ذلك هو ساب لعيبه الزمالك، وتعالى خليك تعترف بالكلام ده. فيتوريا مع وجود حوالي 5 أو 6 لعيبه في منتخب مصر قرر انه يعطي 2 لعيبه فقط للنادي الزمالك، كان زيزو ومحمود حمدي الونش ربنا يشفيه ويعافيه، وترك بقيه اللعيبه. الغريبه كمان ان هو ترك اللعيبه بعد ما لعبوا المباراه الاولى مع منتخب مصر امام على ما اتذكر ليبيريا او النيجر مش فاكر، ولعبوا ماتش مع تشاد، واعتقد كمان احرزوا اهداف في مرمى تشاد، ثم عادوا مره اخرى عشان ينضموا لمنتخب مصر المباراه الثانيه اللي هي كانت مباراه النيجر او ليبيريا. يعني كمان لعيبه الزمالك الاثنين بس اللي تركهم فيتوريا ما سابوش منتخب مصر خالص، لا ده لعب. كابتن خالد هنا بيقول لك ان 2 بس لعيبه من 5
فيتوريا سابهم لنادي الزمالك. اولا يا كابتن خالد، الاثنين لعيبه دول هم اهم اثنين لعيبه عندك في الفرقه، تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، انت عمال تقول اللعيبه راحت وجات وما سابوش منتخب مصر. كابتن خالد، منتخب مصر كان بيلعب في اسكندريه والزمالك كان بيلعب مع تشاده في القاهره، يعني اللعيبه ما راحتش وجات ولا حاجه. انت ما بتقولش الحقيقه ليه يا كابتن خالد؟ وبعدين ثواني، هو انت مفكر انك تضحك علينا يا كابتن خالد؟ هو احنا بننسى؟ ايوه احنا بننسى بس مش للدرجه دي. ممكن تسال نفسك هو ليه الزمالك لعب في الوقت ده في دور ال 64 في افريقيا؟ عارف ليه يا كابتن خالد؟ لانه كان متاجل له المباراه دي علشان كان عندك مباراه تانية وديه مع الهلال على كاس لوسيل، اللي انت كان نفسك تاخد لك مليون ولا حاجه، ورحت اتغلبت من الهلال وجيت. فحضرتك ما كنتش مأجل الماتش علشان الوطنيه، ده انت كنت مأجله عشان مصلحتك. ولما جه وقته مع منتخب مصر خدت اللعيبه من منتخب مصر ولعبت بيها. فكلامك يا كابتن خالد متناقض وما بتقولش الحقيقه، ومع ذلك هكمل معاك. دلوقتي بعض الألسنة وبعض الصحفيين والنادي الأهلي نفسه بيطالب بعدم ضم لعيبة النادي الأهلي لمنتخب مصر. والسنة اللي فاتت كان فيه هجوم غير طبيعي على عضو اتحاد الكرة المصري حازم إمام، لأنه كان ليه دور إنه يسيب 2 لعيبة يلعبوا مع الزمالك رغم إنه لعبوا المباراة الأولى وهينضموا في المباراة الثانية. فإزاي حازم إمام يعمل كده؟ وكانت حكاية ورواية سبحان الله. بعديها بسنة بيحصل نفس القصة، لكن دلوقتي النادي الأهلي بيطالب بمصلحته، وجمهور النادي الأهلي عامل نفسه من بنها كالعادة، يعني اللي هم كانوا بيطالبوا أو بيهاجموا حازم إمام أو بيتكلموا على الزمالك السنة اللي فاتت. طبعا يا كابتن خالد ما اسمحلكش انك تقول على جمهور النادي الاهلي عامل نفسه من بنها وتتريق على جمهور النادي الاهلي وانا اسكت. كابتن خالد، جمهور النادي الاهلي ده اكتر جمهور في مصر بيدافع عن فريقه، لكن في الحق بس. مستحيل تلاقي عندنا مشكله في النادي وبنطلع ندعم النادي وخلاص وما نقولش الحقيقه. لا يا كابتن خالد، بدليل ان احنا ما عندناش لاعب بيتمرد على النادي. اللاعب اللي بيتمرد بنقول له اتفضل، جمهور واداره. لكن مش زيكم يا كابتن خالد بتطبطبوا على اللعيبه لحد ما اللعيبه هي اللي تمشي كلامها على الاداره وعلى الجماهير. فاكر لما كنت بتلموا الساسي؟ فاكر لما كنت بتبيعوا ذهبكم عشان تجددوا البن شرقي؟ فاكر امام عاشور عمل معاكم ايه؟ تاريخكم معروف يا كابتن خالد، وما تتكلمش بالله عليك وتقول عاملين من بنها وتغلط في جمهور النادي الاهلي، علشان احنا محترمين وما بنحبش الغلط. دي اول حاجه. تاني حاجه، حبيت بس اوضح انك اعتراف صريح قدام الناس كلها ان حازم امام عضو اتحاد الكره الزملكاوي فضل مصلحه نادي الزمالك اللي بيلعب في دور ال 64 على مصلحه منتخب مصر، ان هو خلى اللعيبه سابت المعسكر اللي المفروض يكون معسكر مغلق على كل اللعيبه علشان منتخب مصر يكون مستقر، تطلع وهم اهم 2 لعيبه في فريق الزمالك كله يرجعوا يلعبوا مع الزمالك، وبعدين ييجوا مرهقين فيضطر يقعدهم دكه. كويس قوي انك اعترفت ان حازم امام كان له يد، فما تزعلش من الجمهور اللي هاجم حازم امام على السوشيال ميديا انه عمل كده، ده طبيعي. طيب اللي قبلها كان النادي الاهلي عنده كأس العالم للأندية، وفي نفس الوقت منتخب مصر كان عنده كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة في الكاميرون. بعض الألسنة ابتدت تطالب ان النادي الاهلي ياخد لعيبته، بل كمان دلوقتي بيقول لك النادي الاهلي جدع ساب لعيبته وقت كاس العالم للأندية، كانت مباراة واحدة لأنه انضموا في المباراة الثانية لمنتخب مصر، رغم ان النادي الاهلي ولا اي منتخب في العالم ولا اي نادي في العالم يحق ليه انه يضم لعيبته في بطولة رسمية قارية، كأس الأمم الأفريقية، كأس الأمم الأوروبية، كأس الأمم الآسيوية، كوبا أمريكا أو أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية. لكن ده كان الحال عندنا في الإعلام في مصر. طيب يا كابتن خالد، ما تقول لنفسك الكلام ده؟ طلعت تنتقد الاهلي واداره الاهلي وتقول ان هم مش وطنيين؟ عم ده اداره النادي الاهلي ما اتكلمتش ربع كلمه، والاولويه طبعا لمنتخب مصر، ولعبنا ضد السنغال وخسرنا ومع ذلك كنا بنلعب في كاس العالم للانديه بالصف الثاني. يعني يا كابتن خالد اعتراف منك للمره الثانيه ان النادي الاهلي بيفكر في منتخب مصر اكتر ما بيفكر في مصلحته. انت ليه متناقض يا كابتن خالد؟ انت طالع تدين الاهلي ولا تقول برافو على الاهلي؟ انا بصراحه ما بقتش فاهم. كنت حابب بس اقول اللي حصل والاحداث اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا، ونشوف شيزوفرينيا التعامل مع كل مره بينضم فيها لعيبه الانديه للمنتخب المصري. الدوري المصري وكل حاجه بتتعمل عشان مصر، عشان منتخب مصر، ومصر هي اللي بتلعب باسم مصر. اما الانديه فهي انديه مصريه
مجرد معلومه. معلش يا كابتن خالد، خلي معلوماتك لنفسك بالله عليك، عشان معلوماتك دي اكتر حاجه بتضحكنا عليك. انت طالع تقول انا طالع اوضح لكم الشيزوفرينيا اللي بتحصل، وانت نفسك في نفس اللحظه بتعمل شيزوفرينيا ومش واخد بالك. كابتن خالد انت بتقول ان منتخب مصر بيلعب باسم منتخب مصر، تمام. طب والانديه بتلعب باسم مين يا كابتن خالد؟ ما هي انديه مصريه، فاكيد بتلعب باسم مصر. عرفت بقى مين اللي عنده شيزوفرينيا يا كابتن خالد؟ محتاج تراجع معلوماتك شويه، وقبل ما تنشر الفيديو تبقى تتفرج عليه. بلاش يا كابتن خالد بس مباشر علشان شكلك بقى وحش قوي. وعاوز اقول لك حاجه اخيره يا كابتن خالد، لو رجعت بالتاريخ كده هتلاقي اكتر نادي متضرر من ضم لعيبه المنتخب مصر، واكتر نادي دايما بيعترض على ضم اللعيبه بتاعته لمنتخب مصر هو نادي الزمالك. عملها قبل كده كتير، وارجع للتاريخ، انا ما بقولش معلومه ومش متاكد منها. ارجع يا كابتن خالد للتاريخ وانت تعرف مين اكتر نادي بيطلب لعيبته من منتخب مصر وبيتضرر لضم لعيبته لمنتخب مصر. كفايه عليك كده قوي يا كابتن خالد، ودايما هفضل اقول لك يا كابتن. وطبعا الناس عندي في الكومنت بتتضايق جدا من كلمه ان انا بقول له يا كابتن دي، بس معلش يا جماعه استحملوني، انا اتربيت كده ولازم احترم الاكبر مني واقول له يا كابتن. تعالى بقى نشوف الكابتن رضا عبد العال على الجانب الاخر ورد فعله على اختيارات الجمهور لافضل لعيبه في الدوري. رابطه الانديه عملت حاجه كويسه السنه اللي فاتت. الافضل ايه الافضل؟ الافضل في كل مركز. قفشه اخذ افضل وسط مهاجم. انا عايز اخد رايك بقى في واحد رايك ان قفشه هو اللي ياخد اللقب يعني الافضل. شوف انا بحب قفشه قد ايه، آه. بس اللي ياخدها الجلاصي. الجلاصي؟ طبعا. شوف فرقه المصري جايبه كام جول من الاسيستات بتاعت الجلاصي، وقفشه عامل كام جول، وتبدا تقول بس هو عشان تيشيرت النادي الاهلي وهنا تيشيرت المصري. انا عارف انت بتحب قفشه جدا. بس ده يعني ده انت دلوقتي مش بالارقام. هات الجلاصي كام هدف عامله يا راجل، ده الكورنر بيجي جول، الفاول بيعمله بيجي جول، السرعات بتعملها بتيجي جول. يعني المصري لو جايب 27 هدف هيبقى الجلاصي جايب عامل 26 هدف. تصويت الجمهور برضه. طيب يا جماعه، بس عاوز اوضح معلومه علشان تفهم الكابتن رضا، لازم تبقى مقتنع بكذا حاجه كده مسلم بيها. اولا ان الكابتن رضا عاوز يبقى ضد الموجه في اي حاجه، الاراء كلها يمين، الكابتن رضا شمال. لو ما عملش كده ما يبقاش الكابتن رضا عبد العال. دي اول حاجه. تاني حاجه، هو بيهاجم النادي الاهلي بكل الطرق الشرعيه والغير شرعيه، في الحاجات اللي لها ادله واللي ملهاش ادله. ده بس توضيح عشان تفهم دماغ الكابتن رضا عبد العال. هنا محمد فاروق بيقول له ايه رايك في اختيار قفشه ان هو احسن وسط مهاجم؟ فرد الكابتن رضا بدون اي معرفه وقال له ليه؟ اما الجلاصي ده لازمته ايه في الدوري؟ وقعد بقى يزعق شويه بالاحصائيات، مع ان هو اخر واحد بيعترف بالاحصائيات، فاهم؟ هو اكتر واحد ما بيحبش الاحصائيات ويقول لك الارقام مش كل حاجه، لكن دلوقتي اعترف بيها عشان هتخدم فكرته. طيب يا كابتن رضا، مش المفروض قبل ما تطلع وتقول لي احصائيات تبقى انت عارف الاحصائيه، ولا انت بتقول اي حاجه؟ شكلك بتقول اي حاجه. خلينا نكمل. يا عم جمهور خلي ايه بالك بقى؟ الجلاصي اصلا ما كانش. بص. طب اقول لك حاجه، الجلاصي اصلا ما كانش موجود من ضمن الترشيح، يعني من ضمن المسابقه نفسها. معكوس اللي كان موجود يبقى انت في المكان ده قفشه، سمير فكري، حسين فيصل. دول الاربعه اللي هم جايبين اتنين، لا مع كل احترام ليهم عشان ما ينطحش قفشه. طب يرضي ربنا ده وتقول لي الافضل؟ ده رابطه عشان بتحب الجلاصي بس كده يا جدع، ما تخلينيش احلف بالطلاق يا راجل. عيب عليك. هات يا بتوع الاعداد يا محمد يا ابراهيم، هات الجلاصي عامل كام جون السنه دي وقفشه عامل كام جون. او انا مش بحب قفشه فاق في الاخر. طب ماشي، عمل كام جول؟ يعني ده انا ماتشات المصري كلها واحنا بنتفرج عليها، كورنر بيترفع الجلاصي جول، فاول بيترفع زي الجون اللي هو ما اتحسبش بتاع النادي الاهلي، اللي هو ما اعرفش اتحسب اوفسايد ولا اتحسب فاول ولا. شفت زي ما قلت لك، بيهاجم النادي الاهلي في اي حاجه. قال لك فاكر الجول اللي اتلغى للمصري اللي ما اعرفش هو تسلل ولا اوفسايد ولا فاول ولا ايه؟ بيهاجم النادي الاهلي في اي حاجه. طيب هو ماشي بمبدا زي ما اتفقنا، اهم حاجه الصوت العالي والطريقه بتاعته الجعجعه دي. فهنا بيقول لك يا محمد يا ابراهيم هات لي الاحصائيات. كابتن رضا كان المفروض انك تبقى عارف الاحصائيه قبل ما تدافع عن الجلاصي او تنتقد قفشه. وبعدين في حاجه مهمه جدا انت مش واخد بالك منها وهتتصدم لما تعرفها، ان الجلاصي صانع 7 اهداف وقفشه صانع 5 اهداف. بالعقل والمنطق وبعيدا انك بتتفرج ولا ما بتتفرجش. طبعا انت عمال تهبط وتقول ده كل كوره جول وكل عرضيه جول، الراجل صانع 7 ما صنعش 13، مش كيفن دي بروين هو. دي اول نقطه. تاني نقطه، ال5 اللي قفشه صنعهم دول الاهلي توج بالدوري. الاهلي توج بالدوري. اهم صناعه اهداف اهم. مين اللاعب الاكثر تاثيرا بينهم؟ واحد صنع 7 وفي منتصف الجدول، والتاني صنع 5 لكن فريقه خد الدوري. مين الاهم يا كابتن رضا؟ اتزنقت صح؟ طب ما علينا من دي. بخصوص قفشه، ان في ناس كتير ما تعرفش ان قفشه لما جه يجدد كابتن خالد بيبو وهو قعدوا مع بعض مضى على بياض.
سيبك من الاونطه. لا 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 مضى على يا عم سيبك من الاونطه، ما هو بص قبل ما يمضي على ابيض انت هتاخد كذا وتاخد كذا، يقول لك امضي لك على بياض. لا 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 مضى على بياض. طب انا هكلم قفشه يا عم سيبك بقى من الموضوع ده. اللعيب لو ما خدش اللي هو عايزه مش هيمضي. ماشي يا كابتن. انا شفت ده اللي بقول لك عليه، ما عندوش معلومه وما عندوش خبر، لكن هو عاوز يبقى ضد الموجه وخلاص. الراجل بيقول له قفشه مضى على بياض، قال له يا عم سيبك من الاونطه دي، سيبك من الهجص ده، وهو نفسه معترف ان هو هجاص. طب يا كابتن رضا انت عندك معلومه ان قفشه ما مضاش على بياض؟ لا. طب انت عندك معلومه يا كابتن رضا ان قفشه اتفق قبل ما يمضي على بياض؟ لا. هو انا بقول كده وخلاص، انا لازم ابقى ضد الموجه ولازم ابان ان انا مختلف وعبقري. وجودي وده وجهه نظر قفشه، وجودي جوه النادي الاهلي ده فلوس. ما كانش رمضان صبحي ساب، ما كانش لا عبد الله قصة السعيد رمضان ساب. صبحي فكر تاني. ما تحوجش مواليد سليمان ما تحوجش. مواليد سليمان يا كابتن يا جدع كان عمل كده. لا كان راح بيراميدز والمبلغ اسمع مواليد الكلام. سليمان قعد. لا يا كابتن رضا مش بالصوت، مش عشان محمد فاروق ما بيعرفش يرد عليك فاحنا مش هنرد عليك. كابتن رضا اولا هي مش بالصوت ومش بالزعيق. انت بتقول ما كانش رمضان صبحي مشي وعبد الله السعيد مشي، انا معاك ان هم مشوا عشان الفلوس وان المبلغ كان اضعاف اللي كانوا هياخدوه في الاهلي، بس المفروض تسال نفسك سؤال واضح وصريح. السؤال ده اللي قفشه ساله لنفسه، هو عبد الله السعيد ورمضان صبحي فين دلوقتي يا كابتن رضا من الكوره ومن الساحه الاعلاميه؟ حضرتك تسمع عنهم حاجه؟ لا. طب هم فين؟ خدوا الفلوس وراحوا يصرفوها. صح يا كابتن رضا؟ عرفت بقى قفشه مضى على بياض ليه؟ عرفت ان انت مش فاهم حاجه؟ طب اقول لك حاجه، ما تقول لما الكابتن خطيب عرف ان قفشه مضى على بياض حط له الفيلم. اتفاق. لا ما تخليش احلف لك انا اتفاق. بقول لك المعلومه عندي. لا عندك إيه المشكلة؟ عملت انما تقديم. عندنا اتفاق. ماشي انت يا كابتن ما عندكش المعلومه، انا عندي المعلومه. انت اصلا اي حاجه للنادي الاهلي لا عايز والله يا تجمل اسمك طب قول لي. وبرضه بيشتموك. طيب ما تقول لنفسك يا كابتن رضا، يعني انت لو الراجل ده بيطبل النادي الاهلي ما كانتش جماهير الاهلي شتمته. انت عارف جماهير الاهلي بتشتمه ليه؟ عشان ما بيقدرش يرد على حضرتك، ما بيقدرش يقول كلمه الحق في وش حضرتك، بيخاف من صوتك العالي، او عاوزك تكمل عشان تجيب مشاهدات للقناه، مع احترامنا يعني للكابتن محمد فاروق. لكن انا عاوز اعلق على تصريح حضرتك ان الراجل بيقول لك كابتن الخطيب كافئ قفشه ان هو مضى على بياض، فتقول له كان موضوع متفق عليه. فالراجل بيقول لك يا كابتن رضا انا عندي معلومه ان الموضوع ما كانش متفقين عليه وان دي هديه من الكابتن محمود الخطيب. تقول له لا انت عندك معلومتك، انا بقى عاوز اقول كده وخلاص. الراجل عنده معلومه يا كابتن رضا، الراجل عنده معلومه وحضرتك ما عندكش معلومه. المفروض ان انت تقتنع برايه. لا هو ضد الموجه وبيحب يبقى ضد الموجه زي ما اتفقنا في اول. رضا بوبو اخذ افضل وسط، يعني رضا بوبو اخذ افضل لاعب وسط في الموسم ده وهو مروان عطيه. لازم برضه مروان عطيه الاهلي. رضا بوبو راجل بيعمل اجوان وبيجيب اجوان. مروان عطيه عمل كام جول وجاب كام جول عشان يتاخد، بس فانيله النادي الاهلي اللي بتتقل. فانيله النادي الاهلي واسم النادي الاهلي هو اللي بيخلي الناس تقول لك فلان ولا اهو. اذا كنت انت بتقول لي الجلاصي 7 وقفشه 5 وخدها، تقول لي جمهور، انا مالي ومال الجمهور؟ انا مالي طالما انت بتقول لي الافضل مالكش دعوه بالجمهور. هات 5 6 محللين هم اللي يعملوا لك القصه دي. كابتن رضا انت كلامك متناقض قوي. اولا بتقول ان الاحصائيات هي اهم حاجه، طب هي لو بالاحصائيات يا كابتن رضا ما تقوليش بقى اجيب 5 محللين، المحللين هيعملوا ايه؟ ما هو انت خلاص شوف مين هداف الدوري وحطه مهاجم، مين اكتر راجل قطع كرات من المدافعين وحطه مدافع، مين اكتر لاعب صنع اهداف كباك وحطه باك، اختار الاكتر صناعه والاكتر تسجيل والاكتر دفاع. بس سهله، احصائيات اهي، مش محتاجه بقى محللين ولا حاجه. دي اول حاجه تثبت انك كلامك متناقض. تاني حاجه، ساعات بحس ان الكابتن رضا كانت الكره لما تتقطع منه كان يقول لهم ايه مع نفسكم بقى رجاله اقطعوها وهاتوها لي تاني. كابتن رضا دلوقتي الكره دلوقتي غير زمان اللي انت فاكرها دي خالص واللي انت كنت بتلعبها، مع احترامنا لمهارتك والحرفنتك. الكره زمان كان في ناس بتدافع وناس بتهاجم، دلوقتي لو مهاجم ما بيرجعش يضغط في نص الملعب ويستخلص الكوره ما بيلعبش يا كابتن رضا. فلازم اللاعب زي ما بيهاجم زي ما بيدافع، الفريق كله يبقى كتله واحده. طبعا انت ما تعرفش عن الكلام ده حاجه بدليل انك ما بتدربش وقاعد في الاعلام بتقول اي كلام. ففكره انك بتنتقد وجود مروان عطيه في التشكيله دي حاجه شخصيه بينك وبينه، لكن كتحليله زي ما انت بتقول بحق ربنا مروان عطيه هو احسن ديفندر في مصر. مروان عطيه ما شفناش ديفندر في مصر زيه من كام سنه، من كام سنه بجد، من ايام حسني عبد ربه ومحمد شوقي وحسام غالي. وانا مش بقارن اشخاص ولا بقارن امكانيات، انا بقول لك من ايامها ما جالناش ديفندر بالطريقه دي. كان اخرنا طارق حامد يقطع الكوره ويعمل فاول وياخد انذار ويبصيها للي جنبه.
هل طارق حامد كان بيعرف يغير الملعب يا كابتن رضا؟ لا، وانت اكتر واحد كنت بتنتقده. طب مروان عطيه من يوم ما جه الاهلي المدرب غير مركز حمدي فتحي علشان مروان عطيه، المدرب غير مركز ديانج علشان مروان عطيه، ودول الديفندرين الاساسيين للاهلي. ليه؟ لانه عالي جدا في الحته دي، بيعرف يقطع ويستخلص الكوره بدون فاول، وكمان بيعرف يباصي كويس ومهاري، وبيعرف يعمل لونج باص يمين او لونج باص شمال بدقه عاليه جدا. واتفرج يا كابتن رضا على المباريات، مش انت بتقول بقى احصائيات؟ فانا ما اعرفش انت بتنتقد مروان ليه وعاوز تركب الترند وبتبقى ضد الموجه وخلاص ليه؟ ما تجرب كده تبقى واقعي شويه يا كابتن رضا. وبعدين سيبك من موضوع الصوت العالي ده، موضه وقدمت. وكفايه قوي كده على الكابتن رضا وعلى الكابتن خالد الغندور عشان ما اطولش عليكم الفيديو. المهم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ولينك صفحه الفيسبوك تحت في الوصف. اشوفك في فيديو جديد. سلام يا اهلاوي.